السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خواتاتي المتعلقات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة نتوما والأحباب والأسر ديالكم إن شاء الله. وقبل ما نبداو هذا الفيديو بغيت نقول لخواتاتي انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وديروا لايك، وهذا فضلا وليس امرا. وغنقول لكم يعني جزيلة الشكر الى تفاعلتوا مع الفيديوهات، خاصة ان هاد الفيديوهات يعني كندير فيهم واحد المجهود كبير باش نقدم لكم شي حاجة اللي فيها الاستفادة، وتنطلب الله سبحانه وتعالى له يحشمنا. وخليكم دابا مع الفيديو وفرجة ممتعة. وكيف ما كيعرفوا كثير من الاخوات اللي شافوا الفيديو السابق اللي كنت فيه تقسمت الصباغه ديال الدار، فاليوم غادي نتقاسم معكم التنظيف العميق للبيت والاستعداد للعيد الاضحى المبارك، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه. فابقوا معايا وفرجه ممتعه. اول حاجه غنبدا بها هي هذا الصالون المغربي اللي كنت جمعته، لاننا كيف قلت لكم صبغنا، فغسلت الطلمط ديالو ونقيته ونظفته، درت ليه التنظيف العميق، حكينا الارض يعني تنقى مزيان. ودابا غادي نلمطو معكم وغادي نرد كل حاجه لبلاصتها. فالشميشه سبحان الله العظيم هاد الاسبوع كانت زوينه وحاره واستغليناها والحمد لله. صبنا داكشي كاع اللي كان خصو يتصبن. الاماكن اللي تكرفصت ليا بزاف ملي كنا كنصبغوه هو هذا الصالون الرومي اللي جا وسط قلب الدار، فاللي داز يدوز عليه واللي خرج كيخرج يعني كيدوز من حداه، فشد فريمون الدق بالنسبه للغبره والوسخ، يعني توسخ بزاف. فضروري ندير ليه هذا التنظيف العميق. واللي بغيت نقول للبنات انه ملي تكونوا بغيتوا تنظفوا الدار او البيت ديالكم، فضروري تكون عندكم واحد الخطه باش تبداو بيها التنظيف ديالكم، وسينو غادي يولي عندكم الكركبه وتوليو نتوما حايرين فين غادي تبداو، واللي يبان لكم كل شيء بحال الجبل. فالامور اللي كتصيبنا هو اننا كيجينا هذاك الفتور والعجز، لاننا كنبدا نشوفوا قدامنا الكميه ديال الشقه والعمل اللي خصنا نديرو في البيت، فالانسان كيعجز ويرجع للور، وبهذه الطريقه كيولي كيتجمع علينا كل شيء في الاخر وكنجيبوها في صحنا وكنحسوا بالعياء الشديد.
فمثلا انا غادي نبدا في هذا الصالون نضف فيه. فاول حاجه كندير هو انني كنشوف اي حاجه محطوطه ديال الشرويط او ديال المخاد او ديال الهياضر، اي حاجه محطوطه فوق لي كانابي ديالي او لي صوفا ديالي، اي حاجه محطوطه في الارض كنحيدها هي الاولى. فاول حاجه تحيدوا عليكم البنات هما الحوايج والشرويط، هذاك خصو يحيد هو الاول. ثاني حاجه كندوز ليها هو انني كندوز لهاد الموبلات اللي عندي هنا في الدار، بحال مثلا الموبل ديال التلفازه، مثلا هذاك الكونسول اللي عندي تحت الدروج، تنحيد الغبره منهم، كننظفهم مزيان، كننظف حتى الديكورات، كل حاجه كنحطها في بلاصه تاخذ المكان ديالها، تنسبقهم يعني كنخملهم مزيان. وعاد من بعد كندوز الكنابي وكننظفو حتى هو يعني الا كان ديال الجلد مثلا كيف ما غادي تشوفوا هنا معايا كننظفو بالبرودوي ديالو. وكندوز الارضيه هي اخر حاجه، يعني كنضرب الاسبيراتور ونصيق الدار، فهكا كنسهل عليا. فكنكون غاديه بواحد الترتيب اللي هو يعني تيخليني ان حتى الوسخ ما كيرجعليش عاوتاني على هذوك الاماكن اللي ديجا نقيت. وبالنسبه للتسياق ديال الدار البنات كيف ما كتشوفوا انا هنا راه كنكثر البرودوي وكنبدا نفرك بهذا الجفاف هكا، لان كيف ما كتعرفوا ملي كيكون الانسان عنده الباركي فما يقدرش يدير بحال كيف كيديروا في المغرب يلوح الماء ويسيق ويفرك بالشطابه. فهاد الشيء راه كيخرج على هاد النوع ديال هاد الارضيه. فالطريقه المعتمده عندي هو انني كنبدا نكثر البرودوي وكنبدا نحك المره الاولى والثانيه كنعاود والثالثه كندير يعني فيطه ناشفه معصوره مزيان وكندوزها وكيخرج كيشعل. وهنايا البنات كملت التنظيف العميق للدار كامله. فانا هنا كنوريكم كيف ما كتشوفوا راه الحيوطه كلهم خاويين، لاننا حيدنا كاع كل شيء، هذوك المسامر وهذوك لي فيس اللي كنا تنعلقوا فيهم كاع الديكورات ديال الدار، فكل شيء حيدته وسدينا هذوك الغيران وعاودنا الصباغه كلها للدار. صباغه عاديه يعني بيضاء، ولكن من داك النوع الجيد اللي كيتنقى وتيتمسح وتيتغسل. فهنا في المانيا الصراحه ما كاينش هذيك الفرصه باش نديروا مثلا داك الانواع ديال الصباغات اللي بحال خيال وداكشي كاع الزوين اللي كاين عندكم في المغرب. فهنا للاسف يعني صباغه يعني محدوده، وحتى الا بغيتي دير شي حاجه فيها الزوق فكتكون صراحه باهظه في الثمن. وما كاينينش حتى المعلميه اللي كيديروا هاد النوع ديال الصباغات. فتتبقى الصباغه المعتمده هي اللون ابيض، غير تتكون شي ماركه اللي تتكون هي مزيانه وقابله للمسح والغسل، لان الدراري كيبقاو يعني يقيسوا الحيوط ويوسخوهم، تكون سهله عليك في التنقيه. وكيف ما كتشوفوا يا البنات دابا بديت كنرد كل حاجه لبلاصتها. رديت الزرابي بعد ما تغسلوا حتى هما ونشفوا لبلاصتهم. وبديت كنلمط هاد الكنابي بهاد الطلامطه ديالو حتى هما تغسلوا. وغادي نبدا نرد حتى الديكورات، كل حاجه غتشد المكان ديالها، وغنكتفي بهذا القدر. اما بالنسبه للديكورات اللي كنت دايره في الحيوطه ومعلقاهم من طابلوات الى اخره، فهذاك الشيء ان شاء الله ما غاديش نردو دابا، لانني ان شاء الله هنا في عن قريب غادي نبدل الديكور ديال الدار وغادي نضيف اشياء اخرى. داكشي علاش غادي نطريط ان شاء الله حتى يدوز العيد ودوز هذه العطله ونشوف ان شاء الله شنو غادي ندير.
بعد ما كملت الجهه ديال الصالونات في التنظيف، دابا غندوز مباشره للكوزينه. حتى هي صراحه خصها تخميله زوينه، لان حتى هي تغبرات، وبزاف ديال لي ماشين اللي عندي خصهم يعني التنظيف العميق. وهنا كيف ما كتشوفوا غنبدا نيت بهاد لا ماشين ديال الكافي اللي خصها تنقى مزيان. غنحيد ليها كاع هذوك دوك الاجزاء ديالها، وغادي ننظفهم ونغسلهم وننقي حتى هذاك الموتور اللي كاين لداخل ونمسحها. وهنا كيف ما كتشوفوا عندي هاد الشيته الصغيره اللي هي خاصه بهاد النوع ديال هاد لا ماشين ديال ديلونغي. هاد الشيته زوينه بزاف، لان كتدخليها لداخل وكتحيدي ديك القهوه كاع اللي طايحه مزلعه لداخل ديال لا ماشين في شي اماكن اللي مع يعني الا جيتي تنقيهم بالزيف ولا بالخرقه ما غاديش يتنقاو. فهذه طريقه سهله وزوينه، كتبداي بحال كتشطبي بحال كتشطبي دوك القنيتات والغيران اللي في وسط الداخل ديالها، وكتخرجي كاع هذيك القهوه اللي كتكون طايحه تما مشسته، وهكا كتكون تنقات. وهذا الموتور دابا اللي كتشوفوني يا البنات كنقيه، هذا ما خصوش يتغسل بالماء، فحتى هو كيتنقى غير بهذيك الشيته. كتحيدوا القهوه وكتهزوا شي زويفير مبزق هكا بالماء، وكتدوزوا كتحيدوا كاع ديك القهوه اللي يعني لاصقه فيه وداخله ليه في دوك الغيران وفي دوك القنيتات صافي، وكتحطوه ما كيمشيش يتغسل. فضروري الا غسلتوه فغادي تخرجوا عليه وما يبقاش يعني يقوم بالدور ديالو. وهذا التوستر ديالي غتشوفوا البنات انا غنحلو وتشوفوا الكوارث اللي كاينين لداخل ديال هذا التوستر، لان هذا تيستعملوه الدراري بزاف عندي في الدار. كيتوستروا فيه يعني الخبز ديالهم وداك كاع المسائل ديال الطوست ديالهم وهذاك الشيء، فيوميا كيتستعمل تقريبا على مدار اليوم يعني كيتستعمل. فشوفوا يعني هنا مع كنت قلت لكم يعني كنت مشغوله شي شويه ومع الصباغه والرميله كانت عندي في الدار، شوفوا الكارثه اللي تجمعات فيه. فضروري يتحل ويتنقر مزيان من هذاك الفتات ديال الخبز باش ما يبقاش يعطينا الريحه د الحراق، حيت نبقاو نطوستيو فيه الخبز ديالنا. وغادي ندوز باش ننظفو ونحيد منه هذيك الكحوليه اللي كتولي مع الاستعمال يعني كتولي لاصقه فيه. وبطبيعه الحال ما كاينش خير من هذا البرودوي اللي كنت فايته جا متقاسمه معكم. هذا البرودوي اللي هو عباره على عجينه غير يعني كتلصوها على هذاك المكان اللي هو يعني فيه الحرق، وكتخليوها واحد شويه ديال الدقائق يعني وكتفاعل، ومن بعد كتهزوا على الملحفه ديالكم العاديه باش كتغسلوا الماعن على الجهه اللي هي حرشه، كدوزوه كيخرج هذاك الشيء كيشعل.
وبالنسبه لهاد الغونجمون اللي خديت اللي كان نضم فيه هذوك الاشياء اللي ما خاصه بالكوزينه، من ملاح في الصابون. صراحه صدق عملي بزاف وزوين، وكيعفيك من هذيك الكركبه اللي كتبقى في وسط لافابو ديال الملاح وديال الشتات. تيجي مع كل شيء وكينظمو كيبدا يبان هكا بواحد الطريقه زوينه صراحه. صدق زوين بزاف. هو ديال الانوكس، فتقريبا اكثر من شهرين ونص هو عندي. باش شريته في امازون. صراحه ما تيصدي ما والو، غير كنغسلو هكا بالصابون ونضرب ليه يعني غسله صافي كيخرج يعني كيشعل بحال راه جديد. صدق صراحه زوين. وغادي نبقى هكا مستمره نضف في الكوزينه حتى نكملها كامله، وهانتوما معايا. وبالنسبه لهذا البريق ديال الضو اللي كنطيبوا فيه الماء، فمن بعد الاستعمال الكثير كيولي فيه الكالكير بزاف. كثره هنا حنا في هذه المنطقه فاش عايشين، فالكالكير في الماء يعني موجود بواحد النسبه عاليه. فما كيضربش. تقريبا هذا البريق عندي سيمانه 15 يوم حتى كيولي يعني الداخل ديالو ابيض. فضروري كندير ليه الخل، كنكثر من الخل، كنعمره بالماء مزيان وكنخليه يطيب المره الاولى، وعاوتاني نشعل عليه المره الثانيه فكيرجع بحال راه ما كانش فيه حتى حاجه. كيتنقى مزيان وكيولي داك الانوكس ديالو كيبان كيف ما بحال في الاول. وانا من بعد ما كملت التنظيف ديال الكوزينه كامله، بديت كنرد هذوك لي ماشين كلهم الاماكن ديالهم. كلشي غسلته ونقيته مزيان، وكلشي دابا يعني موجود باش نستعملو ان شاء الله في هاد العواشر.
الاشياء اللي ضروري نديروها قبل من العيد هو اننا كنتقداو العطريه اللي نحتاجوها لهذه المناسبه. فانا هنا كيف ما كتشوفوا بعد ما غسلت دوك القريعات ديال العطريه عمرت كاع العطريه. فالطريقه المعتمده عندي هي انني كتكون العطريه عندي في هاد القراعي الكبار اللي كتشوفوا هكا، باش تيحافظوا ديال الدجاج، باش تيحافظوا لي على العطريه على مدار يعني الشهوره. هاد العطريه هذه كنت جبتها من المغرب، فكيف ما كتشوفوا باقا مزيانه لانها بقات هكا في هاد القراعي ديال الدجاج. وكنبدا نهز بشويه بشويه ونحط ونعمر القريعه ديالي كل مره فاش ما خواو. ودزت حتى الثلاجه وعطيتها واحد الحكه حتى هي حتى تنقات مزيان. ودابا تنرد ليها السلعه اللي تقديت. وهنايا البنات نكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو. كنقول لكم مبروك عواشركم، وكنتمنى انكم تدوزوا هذا العيد بالصحه والسلامه يا ربي. وكنذكركم وكنطلب منكم ما تنساوش من لي لايك، وتنساوش انكم تفعلوا الجرس، وما تنساوش بطبيعه الحال انكم تشتركوا في القناه. وكنطلب لكم واحد اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.